ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. يا رب تكونوا بخير. قابلت كذا حد كده قريب، وكل ما اجي اقابله وانا بتابعه الدايت واديله البرنامج والبلان ونمشي ونظبط الميلز كلها على مدار اليوم وناخد ستيبس جديدة علشان نغير الويت ونحط السبلمنت، نحط كل حاجة. فلاقيه بيقول لي مثلا يا دكتور، انا صاحبتي بتخس 12 كيلو و10 كيلو في الشهر، بتخس كتير قوي، انا عايز اخس زيها. طيب، وبلاقي ناس تانية تيجي تقول لي يا دكتور، انا شفت فلانة الفلانية خاسة كتير قوي، فعايزة اكون انزل في نفس النزول بتاعها على مدار الشهر اللي هي نزلته. وبلاقي حد تاني قال لي انا عايز ابقى زي فلانة وزي علانة، وهكذا. انا ما عنديش مشكلة يبقى عندك طموح، ما عنديش مشكلة يبقى انت عندك بيشنت او عندك تمام حماس انثيازم عالي قوي، تخسي وتغيري لبسك وشكلك وبتشوفي ايماجينيشن الشيب الجديد بتاعك. طب ما عنديش مشكله في كل الكلام ده، بس عندي مشكله واحده، ان لازم تفهمي حاجه. انت ليه تقارني نفسك اصلا بشخص تاني؟ اكبر تحدي ليكي في يومك هو انت. يعني انا عايزك مثلا، انت اسمك مثلا سعاد مثلا، سين من الناس. انا عايز سعاد النهارده احسن من سعاد امبارح، وسعاد امبارح احسن من سعاد اول امبارح. اكبر تحدي هتواجهيه هو التحدي بتاع نفسك. يعني الشخص اللي المفروض تقارني بيه نفسك انت امبارح واول امبارح واول اول امبارح. لو انت امبارح بتاخدي وجبه واحده في العشاء، والنهارده بتاخدي وجبتين غدا وعشاء، انت احسن من امبارح. لو انت امبارح كنت بتاخدي سناك كتيره كلها سعرات كتيره وبتلخبطي وبتعكي، والنهارده سيطرتي على نفسك خدتي وجباتك الرئيسيه، فانت احسن من امبارح. وفي نفس الوقت تعالي بقى احنا بنكلمك دي حاجه يعني نفسيا ومنتاليتي. انا بكلمك كده في منتاليتي وعقليه، وما ينفعش اقارن نفسي باي حد. الانسان اكبر تحدي لنفسه. يعني انا نفسي دي اماره بالسوء، بتامرني ان انا اكل حاجات فيها سعرات كتيره وحاجات مسكره والخبط واعك واروح واجي. فالنفس اماره بالسوء. فسيطرتي على نفسي وتحسيني لوضعي اكتر من امبارح واول امبارح والشهر اللي فات انا حاجه والنهارده حاجه تانية. فهو ده التحدي الحقيقي، هو ده التحدي اللي كل يوم لازم نقوم نشتغل عليه ونغير نفسنا. ماليش دعوه بحد، انا عندي طموح، بس انا بدور على نفسي وبصلح في نفسي. طب علميا بقى، علميا اولا المجهود الحركي بتاعك مش نفس المجهود الحركي بتاعها. الميتابوليزم بتاعك، معدل الحرق بتاعك غير معدل الحرق بتاعها. الهرمونز بتاعتك، التغيرات الهرمونيه عامه بتاعتك غير التغيرات الهرمونيه بتاعتها. طيب الغدد عندك غير الغدد عندها، اللي هي الغده الدرقيه والحرق وفيتامين دي 3 ومقاومه الانسولين وكل العوامل العلميه والصحيه اللي بتؤدي الى نزول الوزن، هي اكيد مختلفه. ما مش نفس الكلام، ما بتاكلوش نفس الاكل كل يوم. علميا برضه ما ينفعش اقارن دي بدي. ما ينفعش تقارن نفسك بحد تاني، عشان انت مش بتعملي اللي هي بتعمله ولا هي بتعمل. وممكن تكوني بتعملي اللي هي بتعمله بالظبط، وانتوا الاثنين ماشيين على نفس الحاجه بحذافيرها، وان هي بتخس 2 كيلو وانت بتخس نص كيلو. انت ده معدلك الطبيعي وهي ده معدلها الطبيعي. عادي جدا. ما اقارنش نفسي بيها، ما اقولش هي بتخس احسن مني ليه وادبرس واخش في ديبريشن. خالص يا جماعه، خالص. الحاجات دي بتحتاج نفس طويل، بتحتاج عقليه كبيره. هي رحله نزول الوزن وتحدي كبير. انا بغير حياتي، الناس بتروح تدفع الافات عشان تغير حياتها في عمليات 50 و60 الف و70 الف علشان بس تسيطر على نفسها. فانت بتسيطر على نفسك ببلاش. انا شايف ان انت ببلاش شويه اكسرسايز، شويه تمارين، بتسيطر على نفسك بشويه دايت، منتين بس اليوم بتاعك، تغيير شكل اليوم. الحاجات كلها يعني ما فيهاش اي مجهود بدني كبير قوي. ممكن عندك رفاهيه الوقت، اوكي، ما عندكيش رفاهيه الوقت، ما بتعمليش رياضه، تمام. فيعني الموضوع بسيط. فما ارجوكي ما تقارنيش نفسك بحد، ارجوكي قارني نفسك بانت امبارح وانت اول امبارح وانت الايام اللي فاتت والشهر اللي فات، واشتغلي على نفسك في صمت. هتلاقي نفسك جايبه نتائج حلوه قوي قوي. لان ولا علميا انت متساويه مع حد بمعدلاتك الحيويه، ولا نفسيا وذهنيا انت المفروض تقارن نفسك بحد. شكرا.